أنا سأعلن الآن عن صاحب المركز الثالث الذي سيحصل على 50,000 درهم وسيحصل على تصفيق حار منكم جميعا، أنس براق. إذا نبارك لأنس براق حصوله على المركز الثالث. وبقي معانا، تفضل أنس، تفضل أنس، تفضل كمال، تفضل عبد. بقي معانا الآن الخمسة. من يا ترى سيكون من نصيبه 100,000 والفيديو كليب وحصوله على لقب الثاني؟ من هو في المركز الثاني من منشد الشارقة؟ نسمع تحية كبيرة، تحية كبيرة وتصفيق حار. معا برغوث من سوريا. إذا معا برغوث من سوريا حصل على المركز الثاني في منشد الشارقة. شباب تفضل معا، تفضل محمد، تفضل عبد الرحمن. اللقب الآن هنا بين هؤلاء الأربع. من يا ترى سيحصل على لقب منشد الشارقة بنسخته السابعة؟ هل هم من سكان منطقة الخضر سابقا أم البحة الجزائرية تضع بصمتها في المنشد، أم أن المنشد سيتحلى بالحلوى العوانية وتقلب الطاولة مثل ما قال الأستاذ أسامة، أم سيكون وجهته إلى هناك إلى المملكة العربية السعودية؟ لقب منشد الشارقة أعزائي في هذه اللحظة سيعلن عنه، وبالفعل هي لحظات يترقبها الجميع من خلف الشاشات. عبد الرحمن الصيعري، محمد الوهيبي، كمال رزوق من الجزائر. ألف مبروك للجزائر احتفاظها باللقب للسنة الثانية على التوالي. إذن كمال رزوق من الجزائر يحصل على لقب منشد الشارقة بنسخته السابعة. إذن في هذه اللحظات لا يسعني إلا أن يشرفني أن أدعو سمو ولي العهد الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي لتكريم الفائزين بلقب منشد الشارقة. تحية كبيرة منكم جمهورنا الكريم. في هذه الأثناء طبعا الكل فرح، الكل يشعر بلحظة فخر واعتزاز هذا الفن عندما يخدم ويدعم. لا شك أن الجميع هنا بفرحة. شباب تحية يا جماعة. مشاهدينا، إذن منشد الشارقة هذه المؤسسة، هذه الأكاديمية لا تقف عن إنتاجاتها، لا تقف عن سهراتها وأمسياتها. الآن تأتي لحظة التكريم. دموع الفرح طبعا، ولا شك أن هذه اللحظات لا تنسى من منشد الشارقة. شكرا لحضور ولي العهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وكذلك سعادة الدكتور خالد عمر المدفع. الآن ستقدم في البداية طبعا جائزة المركز الثالث أو الأول. نبدأها بالأول. الأول إذن تحية كبيرة لكمال رزوق من الجزائر، يحصل على 100,000 150,000.
إذا 150,000 ومفتاح BMW تسلم الآن لكمال رزوق بحضور سعادة الدكتور عبد الله الشيباني المدير التنفيذي. الشيك الآن يسلم لكمال. تفضل يا كمال. تحية كبيرة لكمال رزوق من الجزائر. كما يستلم أيضا كمال مفتاح BMW من ممدوح خير الله من BMW. تحية كبيرة لكمال مرة أخرى. كما نذكركم أن كمال حصل على أيضا جائزة من مؤسسة الشارق الإعلام بإنتاج ألبوم كامل وكذلك فيديو كليب. الحائز كذلك على المركز الثاني معا برغوث من سوريا. يتفضل معا برغوث لاستلام جائزته وعبارة عن 100,000 درهم إضافة إلى إنتاج فيديو كليب له من مؤسسة الشارق الإعلام. يتفضل من شركة الشارقة للبيئة الأستاذ أحمد جاسم المدفع. الأستاذ أحمد جاسم المدفع. إذن تحية لمعا برغوث من سوريا. إذن سعادة علي بن سالم المدفع يتفضل من هيئة مطار الشارقة. واستلام الجائزة الثالثة لأنس براق من المغرب. الجائزة قدرها 50,000 درهم. مبروك لك يا أنس، مبروك للمغرب، مبروك لنا جميعا هذه الفرحة. تحية كبيرة لأنس براق. يتفضل أيضا من شركة القبضة العالمية المهندس سامر الأشقر. نسمع تحية جمهورنا الكريم. تحية كبيرة. تتوج الفرحة الآن للجميع. إذن هذه صورة ختامية للفائزين الثلاثة شكرا لمنشدينا. الآن أيضا نحيي ونكرم الفنان ضيفنا اليوم مسعود كرتس من تركيا. مسعود.